في يوم الثلاثاء الموافق 25 من مارس عام 1975 قام الأمير فيصل بن مساعد بن شقيق الملك فيصل بإطلاق النار عليه في مكتبه من مسدس أخفاه في ثيابه ليصيبه ب3 رصاصات ليتوفى الملك فيصل. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال، فهناك من يعتقد بأنها بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها الملك فيصل للضغط على الغرب. رحم الله الملك فيصل أسد العرب الذي قال يوم أن قطع البترول عن أمريكا: عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود له.